كتب مقال عام 1995 أيضا عن طارق التايب، تحديدا في السابع من شهر يوليو، عن طارق التايب: هناك موهبة قادمة هي طارق التايب. البداية دائما صعبة، خاصة في دولة لم تكن يعني تنجب نجوما بصراحة، هي ليبيا. أعتقد كانت الفترة الأصعب إلى أن انتقلت من ليبيا إلى تونس يا نادي صفاقسي. والله طبعا لا، هي طلعت موسم، خلصت موسم 95 96. بالعكس ليبيا كانت تظهر بالمواهب كثيرة، لكن بحكم الحصار والظروف اللي مرينا بها في فترة التسعينات أثرت بشكل كبير على مستوى الكرة الليبية معناها في المحافل القارية والدولية. لكن بالنسبة لطارق التايب 96 كانت خروجي للملاعب البرتغالية، لعبت مع فريق بيرامار في الدرجة الثانية موسم 96 97. موسم 97 98 انتقالي كان لنادي صفاقسي، وكان في نهاية آخر تسجيل معنا الفترة الثانية ديسمبر، معنا 30 ديسمبر 97، ووقعت مع نادي صفاقسي. فترة طارق التايب في تونس كانت مليئة بالإنجازات، مليئة حتى بالجدل. 3 فرق لعبت فيها، لكن أعتقد الفترة الأسوأ بالنسبة لطارق التايب هي فترة نجم الساحلي. أكيد طبعا لازم اللاعب يمر بفترات، مش فترات مثلا هي بمستواه مثلا الفني ولا، لكن في امور تكون خارج اراده اللاعب، خارج الملعب، هذا تاثر في مستوى اللاعب. وهذا اموري كانت مع نجم الساحلي كانت امور اداريه اكثر منها فنيه، ولهذا انا ما ارتحت في نادي النجم الساحلي حقيقه. لهذا تجربتي مع النادي الصفاقسي والفريق كانت هي الاحسن والافضل. بالنسبة للاعب النجم، للاعب المهاري، مسألة الجلوس على دكة بدلاء دائما صعبة، هذا ربما ما حدث في النجم الساحلي. لا بالعكس، انا ارضى بلاعب محترف، ارضى بالجلوس على مقاعد الاحتياط، لكن هل انك انت ترضى مع انك انت تقدم في مستويات كبيره وكل مدرب يتغير يجيك يقول لك انت لا مستواك انت تلعب جناح ايمن، يوم يلعبوك جناح ايسر. انا كطارق التايب حريتي نلعب وراء المهاجمين، صانع العاب، اعطي كل ما عندي. لهذا ما انا في، وزي ما قلت لك كانت امور اداريه اكثر من امور فنيه هي اللي خلت معنا طارق التايب مع نجم الساحلي ما تكون تجربه معنا كويسه. الفترة الأخيرة مع صفاقسي العودة كانت عودة قوية جدا، أعتقد الفترة الذهبية لطارق التايب في تونس كانت الفترة الأخيرة مع صفاقسي. والله الموسم لا، حتى مع النادي الافريقي وصلت معاه نهائي كاس الأندية العربية في جدة، خسرنا النهائي امام الاهلي 1-0، وصلنا نهائي كاس تونس. سويت معنا موسم كبير، ولهذا انتقلت رجعت معنا الفريق نعتبره فريق الام بعد الاهلي طرابلس نادي صفاقسي. قدمنا مستوى اكثر من رائع من موسم 2004 سواء في الدوري ولا في الكاس، لان اخذ الكاس النادي الصفاقسي بنفس السنه، رغم اني طلعت في نصف النهائي ما كملت مع النادي الصفاقسي. وصلنا نهائي كاس انديه العرب وخذنا الكاس بعد تغلب معنا فرق كبيره، الزمالك، الاسماعيلي، الترجي، اتحاد جده، اهلي جده. قدمنا مستوى كبير، وكان الموسم هذاك اللي خلى طارق التايب يحترف في تركيا. الاحتراف في تركيا موسم جميل، كان هناك مجموعة من الإشادات منها جورجي حاجي بطارق التايب. كيف تقيم هذه التجربة، تجربة تركيا؟ والله تجربة بصراحة، طبعا كل لاعب تجربة لازم يستفيد منها، استفدت منها. طريقة لعب ثانية، لياقة بدنية، دوري مفتوح، في جمهور، في إعلام، فرق كبيرة معنا بشكتاش وقلت السراي وترابزن وفنرباتشي. الحمد لله معنا قدمت موسم 2004 2005 موسم كبير، اختيرت معنا من أحسن ثالث ورابع صانع العاب، رغم كان ترتيبنا في نهاية الموسم ترتيب العاشر أو التاسع، لكن انتصرنا في الموسم على بشكتاش، على فنرباتشي، على ترابزون، وكنت من عندي بصمه في المباراه هذه وسجلت فيها اهداف، ولهذا كان من حتى اللقب في مارادونا العرب مسميني في تركيا. جورجي حاجي اعجب كثيرا بطارق التايب، وقال طارق التايب يوزع الكرات لباقي اللاعبين كما يوزع الحلوى. والله طبعا يشاد، انا من المعجبين باللاعب طبعا كلاعب من جورج حاجي وكان مدرب، بصراحه اشاده كبيره. لهذا هذا شغلي في الملعب وما قدم الا ما المستوى. لكن لا تحب ان تلعب تمريره عاديه، تحب ان تستمتع حتى في التمريره. والله بالعكس، هو كل واحد، وهي في ناس مرات تقول لك نحب المتعه. الكوره لو ما تجيش انك تتمرن، عندك انت رغبه انك تتمرن وفي متعه في التمارين وتسوي اشياء، معناها تسوي كوبري ولا تسوي لعبات، هذه من حتى الجمهور ما يمل في الملعب. لهذا تكون معناها في صالح الفريق، ونحب نستمتع بصراحه. في الكوره ما فيش استمتاع، ما فيش كوره. تزعل احيانا المنافسين، تزعل المدافعين تحديدا. والله بالعكس، هذه تخلينا، هذه نقطه ضعف، معناها هذه نقطه قوه عندي،
وتكون نقطة ضعف فريق المنافس، معناها تعطينا معناها أكثر حماس الملعب وتعطي الأفضلية للفريقين. قبل الانتقال إلى تركيا في تاريخ تحديدا 7 يوليو عام 2004 طارق التايب صرح بأن الانطلاقة إلى تركيا هي بوابة للانضمام لاحقا إلى أكبر الأندية الأوروبية، هذا لم يحدث. طبعا ولا كل شيء بالنصيب. في نفس السنة أنا في تركيا في أول موسم جاني عرض من وست هام، طلب وست هام معناها $1,000,000، لكن النادي التركي رفض وطلب مبلغ كبير 3 مليون. هذا رفض نادي وست هام. كان عندي حتى رحت لإنجلترا تجربة مع نادي بورتسموث، ونفس الشيء ما يبغى النادي يعطيني عارة للنادي بورتسموث. وحتى الفترة اللي كنت فيها قبل ما انتهي لنادي الهلال كارديف سيتي، لكن كارديف سيتي وقتها ما انا كيف طلعت انا خلصت مع نادي التركي مشكلة الرواتب، لهذا ما كان العرض مغري بصراحة، ما كان عرض كبير. لهذا لازم اللاعب يشوف معناها العرض والطلب يكون في مصلحة اللاعب. حزين لأنك لم تلعب في إنجلترا؟ والله حزين طبعا، أي لاعب يتمنى